زراعة القتة من البذور فوق سطح بيتك وتديك نفس الحجم اللي انت شايفه ده. بس اهم حاجة تعتمد على التسميدات. طبعا قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. احلى مسا عليكم من اخوكم ادهم من قناة عالم الزراعة. هنزرع مع بعضينا زي ما قلنا في المقدمة القتة فوق سطح بيتك. ما تسيبش سطح بيتك فاضي، ازرع سطح بيتك. طيب دلوقتي بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، دي بذور القتة. طيب لو انت ما عندكش بذور بتبدأ تروح تجيب قتة من السوق نفس الحجم اللي انت شايفه ده، وهتبدأ تلاقي فيها البذور من جوه. بعد كده بعد ما تلاقي البذور من جوه بتبدأ تقطع حتة منها ويبدأ فيها البذور بنفس الشكل اللي انت شايفه. بعد كده بتبدأ زي ما هي ما تحش منها البذور، بتبدأ تبحث تحت النقاط. ودي بذور اللي انا شاريها من بتاع البذور، ودي ايه اللي انا شاريها من السوق. طبعا عادي دي يمشي حالها ودي يمشي حالها، ودي تقدر تاخد منها انتاج واحلى نمو تخدير، ودي برضو يصير منها انتاج. كل اللي عليك ان انت تبحث في النجرة، لازم تكون تربة طينية. طبعا انا دلوقتي زرع خراطيم علشان النقاط ينزل عليها على طول. وادي الزراعة بتبدأ تنزل الشكفة بتاعتنا. بعد ما تبدأ تنزلها بعد كده بتبدأ تحط عليها تربة. وبعد كده بس انا انصحك بعد كده تديك نفس النمو ده، بس بعد مرور 40 يوم بالظبط بتقدر تجمع منها القتة. بس انا انصحك ان انت تشتري بذور خصصا بيها وتقدر تزرعها احسن عشان بتديك نمو تخدير احسن. احنا دلوقتي هنزرع مع بعضينا من البذور. ببدأ اني ابحث كل عند خرطوم، بسيب بين كل نباتة ونباتة حوالي 10 سنتي بالكتير علشان القتة دي بتفرش عشان تدينا نموات سريعة. بعد كده بنبدأ نبحث كل على نقاط زي ما قلنا، بتبدأ تسيب حوالي 10 سنتي. وبعد كده بتبدأ تديك نمو بعد 40 يوم زي ما قلنا. طبعا القتة بتحب الشمس القوية وبتحب المية القتة، بس بعد ما يصير منها نمو تخدير يعني كل مثلا اسبوع تبدأ تديله ترويه مية، وتشتغل برضو على التسميدات. لو حابب تعرف بعد كده ايه اللي احنا هنضيفه على الزراعة ما تنساش تتابعنا عشان يوصلك كل جديد. احلى مسا عليكم من اخوكم ادهم من قناة عالم الزراعة. وطبعا هنزرع كل حاجة مع بعضينا وبعد كده بتديك نفس النموات اللي انت شايفها دي. وصل